يلا غور في داهيه. الحقنا يا استاذ منصور، الحقنا يا سالك بيه، ارجوك تنقذني. مالك يا معلم خطاب؟ جاي هايك كده زي طور، في ايه؟ بقول لك ايه، انت قول لي الحكايه بالظبط اللي مضايقاك وانا هنفذك من خرم ابره. الجماعه بتوع التموين طبوا على المحل وانا مش موجود. مفتش التموين قال له الصبيان بتوعي افتحوا التلاج، هوب راحوا فاتحين التلاج، هوب راحوا مطلعين حته اللحمه، هوب راحوا محرزينهم وعاملين قضيه. ادي كل الحكايه. هو انت لا مؤاخذه يا معلم هوب بتذبح بره السلخانه؟ لا يا استاذ، مش دي النظريه. امال ايه النظريه؟ عيل من الصبيان بتوعي متضايق مني شويه، فكان حاطط في التلاجة كلب متشفي. ما يبقاش هوب بقى، يبقى هاو 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 هاو. قلت الكلام ده لبتوع مباحث التموين؟ قلت طبعا، بس الواد انكر. يا متر وغوشتني. قضيه زي دي فيها بالكتير 6 شهور، دي غش تجاري يا انكل خطاب. لا ده انا ادفع لك اللي انت عاوزه، بس انت ما تلمسش البرش. اتعابي باكو. ماشي. وهاخد منك باكوين كمان. بتوع ايه دول بقى؟ هتطجن، هضربك وامشيك، ده انت جاي تعبان. دلوقتي شوف بتوع ايه. زنبوكه. ايوه ده. شفت زنبوكه ده؟ القمر ده الصبي الوحيد على 7 بنات، ربنا يخليهولنا. بقول لك ايه يا زنبوكه، شوف لي صابر على القهوه. ايوه ده. شوفولي على القهوه يا زنبوكه، مع السلامه. ايه بيشتغل معاك ده بيشتغل معايا؟ ده ربنا يديلك زيه، ده اللي معلمني الصنعه، ده استاذي. مش تفهمني عدم المؤاخذه بدل ما انا زي الاطرش في الزبه. اطرش ايه وزفت ايه؟ اصبر يا معلم اصبر، خلي عندك صبر. صباح جديد موفي خالي من الغش والاونطه. صابر مفيش مشاكل في الخدمه يا استاذ سالك. اهلا يا صابر. اخونا المعلم خطاب لحمجي كبير، بيبيع لحمه بقى من اللي حنكك يستاهلها، يعني واقع في مصيبه. مصيبه؟ رقبتي سداده ولا يهمك يا معلم. ايوه، اصل مباحث التموين ظبطت عنده شويه لحوم مش هي. مش هي يعني ايه؟ ايوه يعني قول لو ما كنتش مكسوف يا راجل. ظبطوا عنده كلاب مذبوحه. صابر، تقدر تشيل القضيه دي؟ شوف يا استاذ منصور يا سالك، انا خفيف والتقيل ما نعرفوش. يعني تخصصه جنح شهر شهرين بيكتروا 6، انما جنايات حد الله مش تخصصي. اطمن يا صابر، دي كبرها 3 شهور. ها قلت ايه؟ لو مؤاخذه يا استاذ سالك، هي القضيه هتنزل قدام مين؟ الاخ المربى الفاضل ادهم رمزي. يا دي الحظ المدوحس، دي 5 مرة يحكم عليا فيها. ده الراجل ده بقى حافظني. بقول لك ايه يا استاذ سالم، القضيه دي مش ممكن تتنقل دايره تانية غير دايره الراجل ده. بقول لك ايه يا صابر، مش لو ادهم رمزي، لو ادهم الشرقاوي ولا يهمك. حط في بطنك بطيخه صيفي طول ما السالك معاك. ها قلت ايه؟ خلاص مفيش مشاكل. 3 بكاوي لو مؤاخذه. الاستاذ قال 2. 3. يا معلم خطاب، انت ليك قرايب جزارين؟ جزارين وبتوع فراخ وبتوع ارانب. طب خد اديهم الكروت دي. اشمعنى؟ انا واثق انهم هيتقفشوا دبحين قطط. نياو نياو نياو. زميل. حكمت المحكمة حضوريا ببراءة السيد خطاب أبو عمر السيد، وعلى المتهم صابر عبد الحميد رشوان بالسجن 3 شهور مع النفاذ،
وذلك لاعترافه بملكية اللحمة المضبوطة. يا باشا بعد إذن سعادتك وإذن المستشارين، منصور السالك خبير قضائي، أنا شايف إن الحكم اللي سيادتك بتقول عليه ده بعد إذن سيادتك يعني هو في المادة رقم طبعا عارفينها حضرتكم، ولسنة كانت لسنة يعني طبعا كله معروف لدى سيادتكم. ايه ده؟ انت بتتكلم ليه؟ يا باشا حطوه في القفص. ايه يا حبيبي اللي مضحك لغايه دلوقتي؟ بتعيطي ليه يا عمتي؟ انا حاجه يا شيخ. امال ايه الدموع اللي على خدك دي؟ اكيد قلقان على بابا. انت عارف يا حبيبي صابر هو اللي فاضل لنا في الدنيا. ساعة ما سافر وانا كده ما اعرفش عنه حاجه، لا حس ولا خبر، مش عارفه، حاسه اني خايفه. ما تخافيش يا عمتي، وانا باخده مش راجل يا حبيبي ده انت سيد الرجاله. ولا يعني علشان اسكت اوعى تتكلم، ان شاء الله هتتعالج وهتبقى زي الفل. يا ريت يا ريت يا عمتي. باذن الله يا حبيبي. يلا بقى ادخل نام عشان تصحى بدري، وانا كمان عشان نروح الكليه. اللي بالحق يا عمتي لما تتخرجي من كليه الحقوق مش هتبقي محاميه برضه؟ لا هبقى دكتوره يا هشام، طبعا هبقى محاميه. واللي راح جيب الارض، 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 واللي راح جيب الارض. سمينة راح الجميل سرحان في ايه؟ خضتني. اكيد سرحانه فيا. بالظبط كده. اعملي حسابك احنا النهارده خارجين مع بعض. فين؟ حجزت تذكرتين سينما من 4 ل 8. بس النهارده بالذات بقى مش هقدر. ليه بقى؟ هشام. ماله هشام؟ ما اقدرش اسيبه لوحده. ما ينفعش يقعد مع اي حد؟ لا ما انت عارف اخويا مسافر ومفيش حد غيري.
طب اشوفك امتى؟ خليها مرة تانية. جميله انا عايز اخرج معاكي. يعني ربنا يسهل. بكره؟ لا بكرة مش هينفع. بعد بكره؟ لا برضه مش هينفع. بعد بعده؟ مش عارف. طب ايه رايك بعد شويه؟ يلا بينا بس نلحق المحاضرة. يا دوبك. يلا. مساجين كله سمع عوز برنج وكينج، وللاسف مصلحه السجون ما عملتش شنجي. واعرفكم يا اخوان ان اخوكم صابر عبد الحميد رشوان طالع من 3 اشهر جدعانه. عنبرونه 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 عنبرونه. هو مفيش مسجون يطلع الا اللي ما عملتوا له الزفه بتاعتكم دي. عقبال ما اعملها لك يا شويش بيضه. اخرس انت يا سيدي هورا. يلا يا صابر تعالى معايا. بقول لك يا سيد ما تنساش اللي اتفقنا عليه. لو تهت عن القهوه في دكان اسمه دكان منصور السالك المحامي. ما تخافش ها؟ ما تخافش. يلا يا صابر. عقبالكم جميعا. وعنبرونه وعنبرونه عنبرونه. يا لواحظ ان شاء الله هيجي دلوقتي. انا متعود انا على طول بالحكايه دهيت. ما تقلقيش. ده اتأخر قوي. يا ستي ما تقلقيش هيجي ان شاء الله. اهو الحمد لله. صابر الحمد لله على السلامة يا صابر. يا سلام الحمد لله على السلامه. يا سلام وحشتني جدا. اتفضلوا مع الف سلامه. حبيبي ايه ده؟ راح فين؟ الحمد لله على السلامه يا صابر. الله يسلمك يا سوكة. وحشتيني قوي يا لواحظ. انت اللي وحشتني قوي يا صابر. على فكره الليله دي لازم تبقى احسن ليله. الليلات دي بقى بالذات انا عندي فرح. اعمل حسابك يا حبيبي تفرفش كده وتهيص شويه. فرح؟ فرح في بولاق جامد قوي يعني. طب اسمع انا هعدي على جميله اشوفها هي وهشام واجيلك بالليل. ماشي يا حبيبي. على فكره الهدايا بتاعت جميله وهشام بتاعت رجوعك من السفر زي كل مره موجودين معايا في العربيه. سوكة نعم. اوعى تنسى يا حبيبي اوعى الواد ده يزوغ منك. اروح فين؟ اروح فين؟ نزلوني بقى في اول محمد علي عشان اربط مع الفرق. يلا. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. اطلع يا اسطى. ايه يا سيدي؟ وحشتني قوي يا هشام. انت اتأخرت علينا قوي يا بابا. كنت فين؟ معلش كنت مسافر. انت بتسافر كتير ليه يا بابا؟ يعني ما انتش عارف بسافر عشان اجيب لك الدواء اللي بتاخده عشان تخف وترجع مع اصحابك تلعب من تاني. انا مش عايزك تسافر تاني يا بابا. خلاص يا حبيبي بابا مش هيسيبنا تاني. طب احلف. لازم يعني وحياتك عندي. ألف مبروك. مبروك يا عريس. موفق إن شاء الله. بقول لك إيه، منصور السالك لو أنت مش سالك وعايز تطلق تحت أمرك. على رأيك. ألف وصيته عليك يا هانم. ألف مبروك. عريس لقطة لو ضايقك وعايزاني أقرفه وشخططه في المحاكم تحت أمرك. منصور السالك بالتوفيق. تربتت تكتين تربتت. بابا عمتي. شام تعال على مهلك يا حبيبي. شيل يا حبيبي. وبعدين يا دكتور انا خايف على هشام قوي. ما خبيش عليك يا استاذ طارق، الحاله زي ما هي مفيش تقدم. ليه يا دكتور؟ ده انا ماشي على علاج مظبوط. العلاج دلوقتي مش هيجيب نتيجه، لازم العمليه. عمليه؟
فرجيني بتاكلي العنب ازاي. بياكل لوحده يزور. اهلا، الحمد لله على السلامه يا سيد. الله يخليك يا انت صحتك جت على السجن تمام؟ صحة بنت ناس خالص. انا جاي لسيادتك في خدمة انسانية. عمر يا اخي. مواطن من العالم الثالث عنده طموح وبايع روحه. جحيم شخصية؟ لا، اخر مجدعة. عمل معايا في السجن دقة رجولة انما كده. والفيش؟ عاوز يعيش. خلاص، ما دام عاوز يعيش يبقى عشان خاطرك هنأكله بدل العيش العيش. تعيش. صابر ده احسن اخ في الدنيا. انا طول عمري بقول ان حظي حلو ان صابر ده اخو. طب ايه رايك لما اجي انا وبابا نقابله؟ مش وقته، بلاش الاستعجال ده. يا جميل انا خايف. ليه؟ خايف لا صابر يسافر تاني. لا خلاص، صابر مش هيسافر تاني. صابر هيفضل هنا على طول، هيشتغل هنا. ربنا يوفقه ان شاء الله. يا رب. بس انا كنت عايزه اقول لك ظروفنا بعد الزلزال اتغيرت. يعني اضطرينا نسكن في مكان متواضع. معرفش بالنسبه للسيد والدك يعني. كل ده ما يهمنيش، انا عاوزك انت. انا بحبك يا جميله. والعمليه عايزه فلوس كتير يا سوكل. يا سيدي ربك يفرجها ان شاء الله بسفريه تاني تجيب منها مصاريف العمليه وتبقى زي الفل ان شاء الله. هي فين بس السفريه؟ وبعدين انا تعبت من دخول السجن وخروجه منه، والاسم ان انا لومانجي بالاونطه. اونطه ايه؟ ما انت لومانجي. انت فاكر نفسك طالب في الكي جي 1؟ ايه يا استاذ ده؟ ايه الكلام اللي الفاضل بتقوله ده؟ لازم لك سفريه تاني عشان تجيب مصاريف العمليه. استاذ سالك، انا عايز عمليه بجد ان شاء الله تكون جنايه. غالي والطلب رخيص. الاكيل عندي. الله عاوز ربنا صابر مفيش مشاكل. سيد كفاره يا راجل، اقعد. مش قلت لك اسبوع وحصلك؟ البروفيسور منصور السالك الخرابي. نعم. المحامي. سوكل صديقه الصدوق والصديق عمره. مساء الخير. اهلا وسهلا. محسوبكم سيد دهوله. دهوله؟ استعمل مضاد حيوي يحصل كل خير. دهوله. تصور. دهوله. ايوه السالك وسوكل اعز اصدقاء صابر. ما كانش له سيره في السجن الا سيرتكم وسيره جميله وهشام. ما هي عشرة عمر، هنعمل ايه؟ انا خفت اجي من السجن ما الاقيكش هنا، يعني تكون مسافر في ابو زعبل ولا بتصيف في سجن الحضره. ايه الدهوله اللي احنا فيها؟ دهوله سودة يا اخي، ربنا ينجينا. مالك يا صابر؟ هشام لازم يعمل عمليه عشان يمشي من تاني، والعمليه محتاجه فلوس كتير قوي يا سيد، والايد قصيره. وده اللي مزعلك؟ انا هفرحك. انت ليك عندي شغلانه بنت ناس خالص. ايه هي الشغلانه دي يا سيد؟ شغلانه طريه ومستغطيه وتوفي بالغرض، بس الشغلانه دي كلها شوك. اكسره. يلا ثانية بقى كمان. عجبتك دي؟ طب قولي لي انت واحدة تانية. تقدري تقولي واحدة تانية؟ يا باشا صابر يا باشا. ده وقته. طب يلا انت بقى. الباشا. صباح الخير يا سعاده الباشا. صابر مفيش مشاكل. اهلا وسهلا. الحقيقه يا سيد كلمنا عنك كتير، عن جدعنتك وشهامتك، وسيد بالنسبه لي دراع اليمين، ما برفضلوش اي طلب. اشكر يا صالح. الحقيقه يا سعاده الباشا اللي اتحكى لي عن سعادتك اقل من اللي انا شفته بكتير، ويا ريت سعادتك يعني تشملني بعطف سعادتك وابقى من رجاله سعادتك. شوف يا صابر، اللي يشتغل معايا فيه 3 حاجات مهمين قوي لازم يعرفهم: السكوت والامانه وعدم الخيانه. الشغلانه بتاعتنا دي الرغي فيها
يقل بركتها قوي. وتخلي الدبابير تزن حواليها. انا فرصة يا صابر، واللي ما يستغلهاش يبقى انسان خايب. ولازم تعرف حاجة مهمة، اللي يشتغل معايا وما يكسبش عمره ما هيكسب ابدا. لسه يا جميله ما كلمتيش صابر؟ والله من ساعة ما هشام دخل المستشفى وانا مش لاقيه الفرصة المناسبة، وبعدين صابر طول النهار والليل في الشغل. طب والعمل؟ انا مستغربة، انت مستعجل كده ليه؟ انا خايف لحد يتقدم لي صابر وياخدك مني. اولا بقى صابر لا يمكن يدي كلمة لحد من غير ما ياخد رأيي. ثانيا هو عبد الحليم حافظ بيقول ايه؟ تسمح تولع لي؟ نجاح عظيم في اول عمليه يا صابر. ايه يا باشا؟ بضاعه بنت ناس خالص. شفت الموت بعينيا. بعد الشر عنك يا راجل من الموت. وبعدين يا سيدي عمر الشيماء، انا هدي لك قرشين تحت الحساب عشان تتشبع بيهم. باكو باكو من يد من اعدامها يا باشا. نعمه واللي يكرهها يعمى. دمه خفيف. بيهزر كتير. يلا خد النعمه بتاعتك وخد لك غطس معاها. لا يا باشا النعمه تتبل. دمه خفيف. بيهزر كده. طب يلا بينا يا باشا عشان نكفن البضاعه. يلا. لا خليك هنا. يلا. لا ما بدخنش. خاف على صحتك؟ لا ماليش مزاج. مزاجك هيجي امتى؟ حسب الظروف. انت متجوز؟ متكلمين عليا. يعني بتحب؟ ايوه. ومين هي؟ امي.
المفاجاه ايه؟ معايا بابا في العربيه بقى. بابا خبر عايزني اقابله بالمنظر ده؟ ده كده حلو قوي 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 قوي. مش كنت تقول تعالي لي؟ بس فرصه. مساء الخير يا عم. مساء النور يا بنتي. هي دي بقى جميله يا بابا. اهلا اهلا اهلا. اهلا بيك. ما شاء الله، والله عرفت تنقى ممدوح. يا بابا. قولي لي يا انسه جميله، ممكن نيجي نزوركم؟ تشرف يا عم تشرف. طيب ما تيجي تفضلي، انت رايحه فين؟ تعالي نوصلك. لا انا عندي محاضره دلوقتي. طب يا بنتي ربنا يوفقك ان شاء الله. متشكره قوي يا عم. سلامة. باذنك. باي باي. اوه صابر مالك يا جميل؟ مفيش يا صابر. ايه على صابر؟ ده انت من الصبح على الوقفه دي. لا اصل ممدوح زميلي عايز يجي قبلك هو ووالده. صحيح بيحبك؟ بيحبك ده ايه؟ ما هو لازم يحبك. المهم انت بتحبيه؟ بقى يا صابر. ايه ده انا اتمنى اشوفك عروسه ومستتة في بيتك. ده احسن اخ في الدنيا يا صابر. يا جديدو. برافو عليك، جيت في ميعادك بالظبط. ونجاحك في العمليات اللي فاتت دي بقى هيخليني اشغلك في العمليات الكبيره في الملايين. وماله يا باشا؟ مفيش مشاكل. عظيم. ده ولا يا باشا. ده باكو تحت الحساب. حكايه تحت الحساب دي كترت قوي يا باشا. وماله؟ ما انت قبل كده واخد فلوس، يفضل لك 2000 جنيه وحسابك يتقفل خالص. غلط، انا نسبتي 15% في الشغل اللي فات. كده يبقى كتير يا صابر. الغالي ثمنه فيه، واظن البضاعه بتوصل سليمه ما فيهاش جرام واحد نقص. ايوه بس ده ما كانش اتفاقنا لما جيت مع سيد. وماله يا باشا؟ البحر يحب الزياده. ده اخر كلام؟ فكر وانا تحت امرك. بالاذن. الرجاله ده طماع قوي. ده طماع قوي قوي. وماله؟ نقرص ودانه علشان يعرف ان القناعه كنز لا يفنى. ايوه بس ده من الصنف اللي بيتمسكن لحد ما يتمكن قليل الاصل. انا بالشكل ده ازعل منك قوي يا سيد. ليه يا باشا؟ مش انت اللي جايبه لي ولا ايه؟ بس ده طلع مش ابن ناس خالص. مغرور. نعم مغرور. اذا كان هو مغرور، انا بقى ما فيش حد في الدنيا يقدر يلوي دراعي ابدا. ايوه يا باشا، بس البضاعه اللي كان هيوصلها مرميه في المخزن بقالها يومين. سيب البضاعه دي انا هتصرف فيها، انما هو لازم اعرف بالظبط ايه ميه الولد ده. مساء الخير. مساء النور. انت الاستاذ صابر؟ ايوه انا الاستاذ صابر. انا ممدوح. وماله؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. اتفضل يا بابا. اتفضل. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. انت انا هناسبك انت. يلا يا استاذ يلا. فهمني بس الحكايه بالظبط ايه؟ اللي انت جايبني عشان اناسبه ده حكمت عليه 5 مرات بالسجن. انا ادهم رمزي بجلالة قدره يجوز ابنه لاخت واحد مجرم. يلا يلا يا استاذ، بلاش فضايح بلاش فضايح تجرجرني وراك في كل حته وبسمع كلامك. انت جايبني في الزباله هنا؟ اطلع اطلع، كفايه كده.
خسارة يا صابر، انت كنت مثلي الاعلى. اعملي معروف يا جميلة، كفاية اللي انا فيه. وبعدين انا خلاص تبت عن الشغلانة دي، ما عادتش تلزمني صدقيني. طب والماضي؟ انسيه يا جميلة، عشان خاطر انسيه. ما اقدرش يا صابر، الماضي زي ظل البني ادم، يفضل ملازمه لغايه لما يموت. سامحيني يا جميلة، انا مش مجرم، بس الظروف هي اللي حكمت عليا وعليك. خلاص يا صابر، من النهارده انا من سكه وانت من سكه. ايه ده؟ معقول انت يا جميلة اللي تقولي كده؟ اسمع يا صابر، انا خلاص ما عادش ليا مكان هنا. لا يا جميلة، البيت ده بيتك انت وهشام، انا اللي خلاص ما عادليش مكان فيه. لا يا صاحبي، كده يبقى افتراء. حق يا باشا، 25,000 جنيه باقيين لي من الشغل اللي فات، ويكون في علمك 50,000 جنيه عن كل عملية جديدة. ايوه بس ده كلام جديد عليك. كل وقت وله كلام يا باشا. ما شاء الله، العيال كبرت وطلع لها اسنان، والسنان ممكن تعض، واول ما تعض الايد اللي ربتها. ها؟ لما الايد دي تتمد على حقي. عظيم، المقابلة انتهت. حق يا فولي. عشان تبقى تعمل لي راجل. ايه ده يا صابر؟ ايه ده؟ حق يا سوكل، تعبي وشقاية. بس انت بتاخد حقك يا صابر. ملاليم ولا تسوى جنب اللي بيهبروا الفولي. صابر، ما تنساش ان هو اللي دخلك القهر. اسمع يا سوكل، انا خلاص ربيت زبون، والكبار ما يهمهمش غير اللي يخلص وبس. بلاش تهور، انت مش قدهم. اصبر ايه يا سوكل؟ اسمع، انا عارف ميعاد تسليم البضاعة اللي جاية. انا عايزك تعمل خطة ما تخرش المية اللي بيها ان انا اهبر البضاعة من غير ما حد يشوفني ولا يشك فيا، فاهم؟ عاوزة تفكير عميق، خطة تاخد انت البضاعة من غير ما حد يشوفك ولا يعرفك. هايل، لقيت خطة ما تخرش المية بس. ايه في ايه؟ ادخل يا منصور. الله، جايبني شقتك ليه؟ ايه جايبني شقتك ليه؟ ده هفهمك انا. بص، انت دخلت عالم المجد والشهرة من باب واسع. لا اجيب من الاخر، في ايه؟ هجيب من الاخر، اصبر معايا. اتفضل. انت اساسا تافه. ايه؟ معلش اسمع، لا مؤاخذة، انا بقول حقيقة. انت تافه اساسا وامعة. يلا بلا تافه كده. جايبني ليه؟ استنى بس بشرح لك حالتك السودة اللي انت فيها دي. ايه اتفضل. انت اساسا قلت لك راجل هلامي ونكرة، وبدل ما انت عمال توزع على الناس كروته ولا حد معبرك اساسا، هتبقى راجل مشهور، هتبقى راجل ليك شهرة كبيرة جدا. هجيب من الاخر. هجيب من الاخر. اتفضل. بص، انت هتفهم حاجة في السيمة. سيمة؟ ليه يعني؟ لو فهمت هتعمل ايه يعني؟ هعمل لك حاجة كويسة في شغلانة هتكسب منها كتير جدا، هتكسب ذهب بجد؟ افهم في السيمة؟ ده انا وهو كنا كده. انت ومين؟ انا وهو. هو مين ده؟ جو. مين جو ده؟ جو بيه وهبة. جو بيه وهبة؟ ايوه يهبل، اللي هو يوسف بيه وهبة. يوسف بيه وهبة. كان دايما يعزمني على الغدا. يا سلام، كان بيعزمك فين؟ كان بيجيب لي الاكل على قهوة بعرة. يا مش قلت لك ان انت تافه؟ كان بيجيب لك القهوة على قهوة. اقعد ساكت. ولا التاني بقى؟ مين ده؟ بدر لامة. ماله بدر لامة؟ كده ايه؟ انا هو. انت هو كده؟ طب بس ده وانت لسه عايش ازاي؟ ايه مالك في ايه؟ بدر لامة ده مات بقاله 100 سنة. ايوه، انت عايز ايه؟ عايز ايه بالظبط؟ هقول لك افهمك. شوف، انت اساسا وظيفتك مخرج عالمي جاي من جبال الهيمالاي. لا يا مغفل، انا محامي. احنا غاويين تمثيل يا بيه، انا غاوي تمثيل قوي يا بيه. وانا كمان يا بيه غاوي تمثيل. انا بمثل حلو قوي والله. خلاص اهدى. اهدى.
يعني احنا كنا عايزين نعرف يعني هنعمل ايه بالظبط. انتوا انا عارف ان انتوا مغويين تمثيل وسالفين حق البدل اللي مأجرينها دي عشان تأدوا بيها الادوار، عارف كل ده. ما احنا كمان سالفين. بس مش عاوزين تتدخل بس. يعني حضرتك يا ريت يعني فين المخرج؟ فين المخرج؟ لا عيب كده بقى. عرفنا على المخرج. هعرفكم على المخرج. الاستاذ سيد ماضي ابو ايليا. يا ربي ده ابو ايليا. ايوه انت ابو ايليا. ايوه ابو ايليا. يا موسى ابو ايليا. اهدى يعني ابو ايليا اللي بتاخد فيها الحقنه. معلش المخرج بتاعنا مش عاوز ولا كلمه. ويا جماعه هو حد يسعى على الاضاءه لان المخرج عاوز يخرج المشهد في اضاءه طبيعيه على القمر. بس عاوزين اضاءه هاديه. قولوا بقى هنعمل ايه والعربيه جايه لهم منين؟ اول ما يجوا المتهمين بالعربيه تقبضوا عليهم على طول. ايوه واخد بالك كده اهو تروحوا قابضين عليهم. عاوز حاجه تاني؟ الله يخليك. طيب اكشن. ايه اكشن؟ ايه اكشن؟ بعطس. بس دقيقه واحده استنوا، العربيه بتاعت المتهمين جايه، استعدوا للتصوير. خدوا بالكم القمر الصناعي بيصور فوق اهو. اخلص من هنا. اخلص. اقف. انزل. رخصك. عاملين ايه؟ احنا محملين لا مؤاخذه خضار يا بيه. انزل اهو. اي حد فيكم هيرمش هيكون مصيره الاخر. انزل انت اللي مجرم. انزل. يا بيه لا مؤاخذه. بسرعه. وشايف امي خضار. والله خضار يا بيه. اركب. ماشي يا بيه حاضر. ده خضار يا بيه. اطلع ولا كلمه. اطلع عسكري. اطلع عربيه. اقف يا ابني. مش انت ده سواق. هو فين القمر؟ القمر انا مش شايف القمر. هو في ايه يا باشا؟ يا ابني ابعد، ده القمر بيصور. يا باشا صدقني ده خضار يا باشا، ورحمة أمي خضار. الله، هي الطماطم ممنوعة يا باشا. الطماطم ايه؟ الله، الكوسة ممنوعة يا باشا. هو تحميل الخضار ممنوع يا بهوات. في ايه؟ هو الكلام ده في الفيلم؟ لا مش في الفيلم. هو فين القمر؟ القمر فين؟ اهو القمر. الله، في ايه يا باشا؟ اوعى يا ابني هتاخد فرصتنا، عايزين نتصور. اهو القمر اهو. معقول البوليس عمره ما عرف الطريق ده. وانا استغربت برضه يا باشا. مش يمكن تكون اخباريه يا باشا؟ اخباريه ايه؟ مين هيعمل عننا اخباريه؟ الو مين؟ معلم شمندي. الو ايه يا شباب؟ ايه كده؟ طيب ايه اللي حصل يا باشا؟ معلم شبندي بيقولوا نستلم البضاعه. نعم ازاي؟ انا اتضحك عليا يا ولاد. النهارده بس اقدر اعمل كل اللي انا عايزه، كل اللي نفسي فيه، هخلص كل مشاكلي يا سوكن. 3 مليون خبطة العمر. صابر افهم يا صابر، الراجل ده لحمه مر جدا. انا من رايي تاخد اللي ليك عنده وحقك في العمليه وترجع له الباقي، وقدر ما دخلك شر. ده لما يشوف حلمة ودنه يا سوكن. ما هو مش هيشوفها، مفيش حد بيشوف حلمة ودنه. ركز بقى قفا، ولو عارف اللي انت عملته فيه انت ما تعرفش هيعمل فيك ايه، هيبهدلك. اعلى ما في خيله يركبه. الحياة فرصة واحدة، وبعدين حصل ايه يعني؟ حرامي سرق حرامي. بصرة. ما هي بصرة طب فين الورق بقى؟ احنا ما شفناش فلوس ولا حاجة. دفنتهم يا سوكن. فين؟ ليه؟ عشان نروح نعزي واجب برضه ولا ايه؟ لا يا سوكن، امال ايه؟ احنا ما نعزيش.
صابر. عارفه احلى حاجه في الدنيا ايه؟ ايه؟ الصحه الحلوه والكاس وجمال خطواتك يا لواحد. يا حبيبي يا صابر، ربنا يا رب يسعدك كمان وكمان. انت اجمل انسانه في الدنيا. لا 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 بقى يا إيه؟ صابر، انت اللي لاقي غزلتك رايقه على الاخر. لقيت كنز. كنز؟ كده يا صابر، دي بقيناها خمره مضروبه. ايه مش مصدقاني؟ انا مش مصدقاك يا حبيبي، انا عمري كله مصدقاك فيه، بس انا نفسي في حاجه واحده بس عشان تريح قلبي. اخر حكايتنا دي ايه يا صابر؟ قولي اول حكايتنا ايه؟ بقول لك ايه؟ غيري هدومك، اما انا محضر لك حته مفاجاه. مفاجاه؟ طب يلا بقى اطلع عشان اغير هدوم. يلا اطلع بقى، يلا يا صابر. لواحد انا فرحان قوي، ودلوقتي بس بقول لك تتجوزيني. ايه فاكراني سكران؟ انا فايق قوي وبحبك، وهعوضك كل السنين اللي فاتت والعذاب اللي شفتيه معايا. يا حبيبي يا صابر، انا كمان بحبك قوي، بحبك يا صابر، بحبك بحبك يا صابر، قابلت المعلم شلبي؟ ايوه قابلته يا باشا. وعرفت منه مين اللي عمل فينا الملعوب السخيف؟ ايوه عرفت. مين؟ الحقيقه ايه مالك؟ ما تنطق ما تتكلم، مين؟ صابر؟ ايوه يا باشا. عملها الموضوع، يحب يهزر الولد ده. دمه خفيف قوي، بس انا بقى ما بحبش الهزار السخيف ده، مفهوم؟ الواد ده لازم يتربى. نربيه يا باشا. زنجر تحت امرك يا باشا. الولد ده جابولي من تحت تقطيع الارض ومعاه 3 مليون جنيه. بسرعه. ماشي يا باشا. قلم القضايا. استاذ سالم. ياما ايه مالك يا صابر؟ زنبكه، اي حد يدخل عليا كده من غير ما يخبط. عايز ايه؟ معروف، اعمل معروف يا استاذ سالك، انا جاي لك في خدمه. ايوه. اللي عايز يخش 6 شهور سجن دلوقتي حالا يعمل ايه؟ دلوقتي حالا اشوف القاموس، دقيقه واحده. 6 شهور سجن حالا؟ ايوه. تعمل عاهه مستديمه لاي حد. لاي حد؟ لاي حد. ايه يا صابر؟ بتدور على ايه يا حبيبي؟ سامحني يا صاحبي. استنى يا اخوان، صابر. يا واحد ايه اللي جاب؟ ايه اللي حصل يا صابر؟ ما تخافيش، و6 شهور هيعدوا هوا ورجع لك تاني. يا صابر، هو العمر فيه كام شهر يا صابر؟ زي كل مره. يا صابر، ده انا ما صدقت ان احنا هنتجوز. يا مجنونه، ده لمصلحتي ولمصلحتك. استنى يا صابر، عمري ايدك فين؟ خلاص بعدين هفهمك. بعدين ايه بس يا صابر؟ ده لمصلحتنا يا كلنا. صابر استنى. مع السلامه. هفهمك بعدين، ما تقلقيش. انا معلش. لا يا صابر، لا يا صابر. وبعدين لازم يكون في حل. حكيت لك على كل حاجة، مستعدة أقبل منك أي قرار. تقدري ما يكونش فيك علاء صابر؟ صابر؟ ده أخويا. بس مجرم. أيوة بس تاب،
وقال لي سامحه. بس الناس ما بتسامحش. ربنا بيسامح. تقولي اتقبض عليه؟ اتقبض عليه ازاي؟ خناقه يا باشا. مع مين؟ واحد صاحبه وكيل محامي خبطوا دماغ، عمل له تربانه في نافوخه وراحوا على القسم، هيتعرضوا على النيابه الصبح. بتقول صاحبه؟ ما هو ده اللي هيجننا يا باشا. هو عمل كده ليه؟ عشان لهف مننا 3 مليون جنيه ومش عايز حد فينا يطوله. يا ابن الايه ده طلع مش بيهزر ولا دمه خفيف كمان يا دهوله. اتفضل. شكرا. صدقيني هو اللي بلغ عن نفسه. ليه؟ مش عارف، بس هي دي الحقيقه. ما فكرش في مستقبلي؟ ما فكرش في هشام لما يكبر هيقول للناس ابوه فين؟ انا بصراحه ما اعرفش هو افكر في ايه بالظبط، بس مش عارف اقول لك ايه. يا خساره، يا خساره يا صابر. صابر هد كل حاجه في حياتنا. انا صابر كان مسلفني المبلغ ده. حط الله بيني وبين الفلوس الحرام. طب ومصاريفك ومصاريف هشام وعلاجه هتجيبيهم منين؟ هشتغل، مفيش حد بيموت من الجوع. تشتغلي؟ طب والجامعه؟ جامعه؟ تقدر تقولي ازاي هدرس القانون اخويا مجرم؟ صابر خد 3 اشهر يا باشا ودلوقتي في لومان ترى. دهوله! ايوه يا باشا. ايوه يا باشا. لنا مين في ليمان ترى؟ شحت يا باشا. خليه يشوف شغله. صابر كلام فارغ. معقولة الاثنين يموتوا مرة واحدة؟ والاثنين يا باشا. أو الواد اسمه صابر ده عمل إيه؟ غلط زي القطط ب7 أرواح. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الفلوس راحت والعملية مش بنت ناس خالص. لا، مفيش فلوس تروح من الفول بالساهل، والعملية هتبقى بنت ناس قوي. ازيك يا هشام؟ الحمد لله. الله، بتاعت مين دي؟ دي بتاعتي. بتاعتك؟ بتاعتك منين؟ عمو اللي هناك ده جابها لي. مش 100 مرة قلت لك ما تاخدش حاجة من حد؟ يلا هات. لا مؤاخذة يا فندم، اللعبة دي تخصك؟ طيب صباح الخير الأول. صباح الخير. أرجو حضرتك يعني ما تحرمنيش من حاجة بتسعدني وبتسعد الأطفال دي معايا. أيوة بس هشام. أنا عارف هشام مش محتاج للعبة، لكن أنا محتاج أعمل كده. محتاج؟ أيوة، حقيقة أنا كان ليا ابن في سن هشام، وربنا أراد إن هو يموت في حادثة هو ومراتي. عشان كده حضرتك بتلاقيني أجي دايما للأطفال أنا آسفة، أنا آسفة أوي يا فندم. لا ما فيش حاجة. عن اسم حضرتك. لو سمحت يا فندم، ممكن اللعبة؟ أنا مش عارف أشكرك إزاي. مظبوط، كويس قوي. اشوف تاني لون يا ريت. في ألوان كتير، اتفضل. جميله. أيوة يا أستاذ رشاد. حسابك لحد النهارده. ليه؟ هو أنا عملت حاجة؟ لا، النصيب كده وخلاص. طيب أعرف يعني لو عملت حاجة غلط؟ من غير حاجه. بس أنا رتبت حياتي على كده يا أستاذ رشاد. ده قرار نهائي وانا حر في مالي. متشكرة. باي.
ايه؟ سايباني جوه قاعد لوحدي؟ حقك عليا يا حبيبي، معلش اصلي بدور على شغل. تعال اقعد جنبي. اللي بعدها. الله، هو مش حضرتك وهو حضرتك اللي كنت في المستشفى؟ اتفضل. خير؟ انا جايه بخصوص الوظيفه، الاعلان اللي انتوا عاملينه في الجورنال. يا دي صدفة جميلة بصحيح. أنا سعيد جدا اللي شفتك النهاردة. متشكره قوي. هو حضرتك المدير؟ أنا صاحب الشركة دي. حضرتك؟ هم قالوا لي ان في انترفيو عشان الوظيفه مع حضرتك. للأسف الوظيفة انشغلت حالا. حظي وحش. عن اذنك. على فين؟ همشي. أمال مين اللي هيستلم الوظيفة؟ بجد يا فندم؟ انا مش عارفه اقول لك ايه. انا متشكره قوي، متشكره جدا. لا عن اذنك. تعالي هنا، أنا فين؟ انا هروح بقى عشان يشم. طيب أنا هوصلك. نعم؟ هوصلك. لا مش عايزه اتعب حضرتك. بعدين معاكي من هنا ورايح لازم تنفذي أوامر المدير الجديد بتاعك. اتفضلي يا أستاذة. يلا. أنا عرفت إنك أنت في كلية الحقوق. كنت. إيه حكاية كنت دي بقى؟ ده موضوع طويل قوي. يهمني إن أنا أعرفه. مش عايزه اشغل حضرتك معايا. لا أرجوكي، إحنا دلوقتي بقينا أصدقاء وممكن أوي تحكي لي كل حاجة. ان شاء الله. ممكن نروح نقعد في حتة هادية نتكلم فيها؟ الحقيقه انا اصلي أرجوكي ما ترفضيش. ممكن؟ عشان جميلة، تتجوزيني. مبروك مبروك يا باشا. مبروك يا باشا.
فتشنا الشقه حته حته، ما سيبناش غرم فيها، ملناش اثر. يبقى اكيد هي عارفه مكان الفلوس فين. اسم الله عليها. العروسه فين دلوقتي؟ العروسه نايمه فوق. نايمه. طب ما تزودلهاش الجرعه احسن تموت فيها. مفيش بني ادم بيموت ناقص عمر. خليك مؤمن يا راجل. هايل. وبعدين هم 5 6 جرعات من ده، وبعد كده تقول لنا على مكان الفلوس فين بالظبط لوحدها. على الله يكون الف مبروك يا سعاده الباشا. ايوه. تعرف يا صابر، انت وحشتني قوي. وانت كمان وحشاني قوي. قولي بقى يا صابر، ايه اخر دخولك وخروجك السجن دي؟ هو الموضوع ده ملوش اخر بقى؟ لا له اخر طبعا، دي اخر مره هخرج من السجن وهخش السجن. يا لهوي يا صابر، انت ناوي تخش السجن تاني؟ سجنك انت يا بنت. عمتي مالك يا عمتي؟ عمتي تعبانة؟ الساعة بقت 2 دلوقتي ولسه ما حصلش أي حاجة. صبر يا باشا، ده الصنف اللي بتتعاطاه ماركة دهولة هيخليها آخر دهولة، وبعندي بقى لها يومين ما شمتش. أيوة يا سيد، بس مش معقول للدرجات دي. إيه دماغها مصفحة؟ ماشي. صبر يا باشا، مش قلت لك؟ ألف بأس عليك. فولي انا تعبانه قوي يا فولي. الحقني يا حبيبتي انت لا تعبانه ولا حاجه. لا زي الفل. لا تعبانه، جسمي بيوجعني، حاسه عضمي بيتنشر. انا عايزه دكتور. لا بعد الشر عنك. الدكتور هيعمل ايه؟ ده انت صحتك زي الفل. لا نمل، حاسه كل جسمي بينمل. لا نمل. اديني دواء، اي دواء. النمل اللي في جسمك ده مش محتاج لأي دواء، محتاج لحاجة بيضة كده. اسمها ايه؟ هيروين يا باشا. هيروين. هيروين. ازاي؟ وانت نايمة يا حبيبتي كنت بشممك الهيروين ده، لأن ده اكسير الحياة الزوجية. تعمل فيا كده يا فولي؟ ده انا مراتك. مراتي؟ انا اجوزك انت؟ مجنونه ولا ايه؟ طب والفرح والمأذون؟ نسيت يا فولي. زعتر قوم يا باشا. المأذون اللي كتب كتابنا واحد من رجالتي.
هنا. فين الفلوس يا جميله؟ فلوس ايه؟ ال3 مليون اللي خدهم مني اخوك المحروس، قولي لي هم فين؟ صابر. ايوه صابر. انا ما اعرفش حاجه. انت كدابه. ما اعرفش حاجه. قولي لي هم فين؟ ما اعرفش حاجه. لو كانت عارفه يا باشا كانت نطقت. اللي محتاج شمه ممكن يبيع امه عشانها. ارموها بره. تحت امرك يا باشا. الله الله الله، سيد الناس شايل الهم ليه؟ لا كده تبقى عيبه في حقي. كل ده يحصل يا دهوله ولسه ما مسكتش ال3 مليون جنيه اللي ضاعوا مني في ايدي. الفلوس هيرجعوا يا باشا. انا دلوقتي ما تهمنيش الفلوس لوحدها يا دهوله. قصدك ايه؟ لا ابعد عني. بس يلا بس اخلص يلا اخلص يلا منه لله الظالم المفتري. بقول لك ايه يا دهوله، بلاش السكه دي معايا يا حبيبي وهات من الاخر. سكتك بالطريقه دي ملهاش اخر يا حبيبي. انا طول السكه وانا جاي قلبي بيتقطع، الدموع ما فرقتش من عينيا. بقى عالم اخلق الانتقام يبقى بالشكل ده. انتقام ايه؟ يلا لا انا ما عدتش شغال معاه. عبد الله بيني وبينك يا فولي، عبد الله بيني وبينك يا عالم. معقوله؟ ده كل ما افتكر جدعنتك معايا في السجن وموقفك معايا الدموع تفر من عينيا، ضميري يألمني. يا عالم اخلق اهو. معقوله؟ عشان 3 مليون يا جميله وهشام. ايه مالك؟ انت بتقول ايه؟ انت كذاب، طول عمرك كذاب. بقول لك ايه ده؟ ماله؟ ايه ده بالمال؟ ما تغلش في نفسك كده، ده وحش عليا انا وخليك الناس خالص كده. انا جايب لك الظرف ده عشان تشوف اللي فيه وبعد كده كله بقى تمام. منك لله يا فولي. جاي لك يا فولي. معقوله كل ده يحصل لجميله وهشام؟ الندل الجبان وما كفاهوش اللي عملوا فيهم، شايلهم رهين عنده كمان. الجبان سوكر. عشان كده لازم اهرب. انا عندي استئناف في الجلسه، لازم تشوف لي اي طريقه تخرجني، اي طريقه. معايا ولا لا؟ معاك ولا لا؟ وانا من امتى مش معاك يا صابر؟ انا طول عمري معاك. ما تقلقش، سيب الموضوع ده عليا وعلى ربنا. خلاص ركزي معايا كويس جدا. اللي هناك في قاعة الجلسات كويس. العسكري واقف هناك اهو وفي ايديه صابر. عاوزك تعملي اللي قلت لك عليه بالظبط. عاوز صابر يجيني في ثواني هنا. اعتبره وصل. مين ده اللي اعتبره وصل؟ صابر. صابر لازم يوصل هنا حالا. يلا بسرعه. تعالى يا مدهول تعالى. يلا اطلع يا اخويا اطلع. بص انا عاوز بقى خدمة اليد اللي اشوفها كلها في الحكايه دي يتفك ويجيني في ثواني. ركز كويس قوي. يلا مش تفتح يا شاويش؟ مش تفتح؟ بقولك ايه يا شاويش، ما شفتش اخويا؟ اخويا هو فين؟ كان هنا من شويه. ما تدور عليك في جيوبك. اخوك ايه؟ يا شاويش كان هنا. كان واقف هنا من شويه. شاويش عن اذنك اشوف اخويا.
في حاجة؟ لقيتيه؟ هو مين؟ اخوكي. لسه. اسمك ايه؟ انا اسمي ودي بتاعت الولد فلتة. مين قايلك يا سي فلتة؟ انت متجوز؟ لا انا قايمة. باين عليك. شفتي ازاي؟ بقولك ايه؟ ايه؟ انا عايزة اشوف. فين؟ في ميدان الساعة في طنطا. الساعة كام؟ وقت قطر الزقازيق ما يوصل. وافرض بقى القطر فاتني. لا هتنح قدام ان شاء الله يفهمني عشان كده. طب انا هروح ادور على اخويا واستناك في ميدان المحطة. طب عن اسمك يا شويش. طب ايه العيد خلاص بصت. عاوز سيجارة حامية. انا عايز المنتخب بتاعك. ادوني بس ادوني. بقول لك ادوني. لا لا لا. تاني اوعى من وشي. كده حركة مش بنت ناس خالص.
انا عارف انك انت جاي لي وكنت مستنيك وقاعد بسكر علشان اقابلك، وعارف كمان انك عارف كل حاجه عملتها مع اختك وجاي عشان تنتقم مني. لكن انت كمان عملت كتير، خدت مني 3 مليون جنيه لكن طز. كل واحد بيشتغل فينا الشغلانه دي عارف انه لازم يموت خطف، لازم يموت، يسكر، يشرب، يعيش، يتجنن، لكن في النهايه لازم يموت خطف. وانت كمان هتموت خطف. يا جميله قولي يا شفيق، يا شفيق، يا شفيق.